حبايبي، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل كده فطيره الكريب حلوه جدا جدا. يلا نروح على الوصفه ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. الكوبايه الثالثه، يبقى انا ضفت هنا 3 كوبايات من الدقيق المنخول. تمام. دلوقتي معلقه من الملح على الدقيق، وهنضيف كمان معلقتين من الزيت. هنضيف بقى اهو معلقتين كده من الزيت، ادي معلقه وادي الثانيه. تمام. وادي التالتة، يبقى انا هضيف على كل كوبايه من الدقيق معلقه من الزيت. تمام. هبدا بقى دلوقتي اضيف كوبايه ميه اهي، يبقى انا هضيف 3 كوبايات ميه. الكوبايه دي بتاخد كوبايه ميه ومعلقه من الزيت. تمام. هنقلب بقى كله ده الا بالمضرب اليدوي، او كمان تضربيهم في الخلاط عادي جدا يدا. تمام. هنضربهم بقى كويس جدا. ده القوام اللي انا محتاجاه، انسيابي وفي نفس الوقت ما فيهوش اي تكتلات. طبعا لو انتي مش واثقه في ضربه كويس ممكن تصفيه بالمصفايه علشان تتاكدي ان هو ما فيهوش اي تكتلات. هنا كده طاسه ضفت فيها مسحه من الزيت، هنزل بقى بالخليط بتاعي كده، وابدا بقى اوزعه في الطاسه بتاعتي كلها او المقلايه بتاعتي كلها. تمام. اوزعه بالطريقه دي، ولو في فراغات ولا اي حاجه اضيف حبه كمان بحيث ان هو يبقى متساوي كله، مفيهوش اي فراغات. كده هي ما خدتش اي وقت خالص، وهقلبها على الجنب التاني. تمام. هتاخد برضو اللون زي كده وهشيلها على طول، يعني هي ما بتاخدش 3 دقايق على النار. كل مره بتدهني الطاسه بتاعتك بالزيت دهنه خفيفه، وبتبداي كده توزعيها في الطاسه بتاعتك بالشكل ده. لما بيبدا كده خلاص يخلع من الطاسه بتاعتك، بتقلبيه على الجنب التاني لغايه بقى ما بياخد لون كده ذهبي خفيف من الجنبين. شكل بقى اهو الكريب بعد ما احنا عملناه مع بعض. طبعا ولا ضفنا لبن ولا ضفنا بيض ولا ضفنا اي حاجه من دي خالص، وزي الجاهز واحلى كمان، لان اللي بتشتريه من بره مش بيضيف له اي حاجه. احنا خلصنا الكميه بتاعتنا، هنشوف بقى الحشوه هنعملها ايه. هنا كده فراخ متقطعه قطع صغيره، هضيف عليها معلقه كبيره من الصويا صوص. تمام. وهنزل كمان بمعلقه من الملح، وهضيف عليها معلقه من الثوم البودر، وضفت هنا معلقه من الصويا صوص كبيره، وكمان معلقه من الملح، معلقه من الثوم البودر، وادي معلقه من البصل البودر. وهنضيف كمان فلفل اسمر معلقه كده، وهضيف معلقه من اي نوع بهارات عندك، سواء بهارات لحمه او فراخ حسب الموجود. تمام. هقلب بقى كل الخلطه دي مع بعض كده دلوقتي. كمان عصير ليمونه كده كبيره. تمام. هنقلب كله ده كده كويس مع بعضيه. عندي هنا كده طاسه سخنه، هنزل بالفراخ بتاعتي اللي انا سبتها شويه كده في التتبيله. هنزل بكل الكميه بتاعتي دلوقتي. بقى الفراخ بتاعتي اهي استوت. تمام. هنزل بقى ببصلايه كده متقطعه شرايح. لو عندك كمان فلفل الوان ينفع، ما عندكيش يبقى اكتفي بالبصل. تمام. وهنقلب بقى كده كويس. ليه احنا بقى بنضيف البصل كده يعني بعد ما الفراخ خلاص شبه استوت؟ علشان البصل ما يدوبش معاكي من اول الوصفه. نجيب بقى صينيه عندك كده، اي نوع صينيه. هنجيب بقى الكريب اللي احنا عملناه، وهنبدا كده نخلي الطرف نصها من جوه ونصها من بره. تمام. اهو كده، شايفين؟ طريقه سهله جدا وجديده كمان اهو. يبقى انا بغطي نصها من بره ونصها من جوه اهو كده. تمام. وهجيب بقى كده كريمبايه هضيفها في النص هنا او 2 علشان تقفل من تحت كويس اهو كده. هبدأ بقى دلوقتي اجيب الحشوة بتاعتي. هنزل بقى دلوقتي بالحشوة اللي احنا عملناها بتاعت الفراخ. تمام. هبدأ كده افردها بقى في كل الصينية بتاعتي. تمام اهو. كده كمان حبة من البطاطس، لو عندك كمان فلفل ضيفي اي حاجة عندك ضيفيها في الحشوة هتبقى جميلة. هجيب بقى كده زيتون. تمام. وهضيف كده شرايح الزيتون بتاعتي. هنضيف بقى الصوصات اللي انت حباها بقى. هضيف دلوقتي صوص المايونيز. هنضيف بقى دلوقتي كده صوص كاتشب حار. طبعا لو عندك صوص كاتشب عادي ضيفيه على المايونيز.
تمام بالشكل ده. هننزل بقى عليها دلوقتي بالموتزاريلا. هضيف كده حبه من جوه بس في الحشوه، تمام كده. بعد ما ضفت الموتزاريلا هقفل بقى على الحشوه بتاعتي دي، تمام بالشكل ده اهو كده. وهجيب بقى باقي الكريب اللي باقي عندي، طبعا هضيفه كمان على الوش من فوق علشان اقفل كده الوش كويس اهو كده. هنضيف بقى كده على وش الكريب بتاعي طبعا الموتزاريلا، تمام. مش بس تنفع بقى كده. بعد ما ضفنا الموتزاريلا عليها هندخلها الفرن يا دوب تحت الشوايه. اول ما الموتزاريلا بس تسيح معايا وتستوي هنطلعها على طول. بقى فطيره الكريب بعد ما خرجت من الفرن طبعا هنقطعها بالشكل ده. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد.